عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. متابعينا داخل وخارج أرض الوطن، متابعينا من الوطن العربي كذلك الأوفياء، قناتكم الوافدون الجدد، الشكر موصول لكم على الثقة ديالكم، ونتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله يا رب العالمين. ما علينا، قبل ما غادي تشوفوا هذا الفيديو وتفاصيل ديال هذا الفيديو، وغادي نتكلموا على مجموعة من النقاط، وغادي نحاول نجاوب على بعض النقط كذلك اللي انا ما بغيتش نجاوب عليها حتى يعني يجي وقت ديالها، خصوصا في القضيه ديال التجار في البشر ويخص اللي كيتخص لبنى. غادي نتكلموا على بعض المغالطات او لا بعض الحوايج اللي خباوهم ولاد شحيبر، وانا دائما كنت انسيستي على هذا الشيء. المهم ما علينا الخوت، نتمنى انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر، وكذلك تشتركوا في القناه، البارطاج ولايكاتكم والتعليق ديالكم تنمو على الاخلاق ديالكم. طبعا الخوت، كلكم عرفتوا البارحه كان الحكم في قضيه ديال التجار في البشر اللي كان متابع فيها الدكتور حسن التازي والزوجه ديالو وبعض المتهمين الاخرين. فجميع المتهمين اسقطت عليهم التهمه ديال الاتجار في البشر. خرجوا بزاف ديال المحامون اللي تكلموا على مجموعه من النقاط. البارح تم تبرئه كما قلت الدكتور حسن التازي وجميع المتهمين من التهمه ديال اسقاط عفوا ديال التجار في البشر، يعني تم اسقاطها. وللمعلومه فقط، هو ان نفس القاضي اللي حكم على ولد الفشوش المتسبب في مقتل بادر، الدكتور بادر، هو يعني بالإعدام، هو نفس القاضي اللي أصدر الحكم على حسن التازي وباقي المتهمين بإسقاط تهمة التجارة في البشر. هنا نقول يحيى القضاء، عاش القضاء النزيه المغربي صراحة. وكذلك مبروك على الدكتور التازي، لأن القضاء لا يظلم أحدا رغم كل المؤثرات اللي ممكن أنه يستعملها أصحاب المواقع. ولكن كما سبق وقلنا أنه في الجلسة ديال زين المحارم، السيد القاضي المحترم قال نحن لا نتأثر، خصوصا لما كانت المداخلة ديال الأستاذ الكيسي أن هذه السيدة راه عندها قناة في اليوتيوب وتحاول أنها دير البوز بهذا الشيء هذا. فكان الرد ديالو أن نحن لا نتأثر إلا بالأدلة. ما علينا الخوت، بزاف ديال القنوات ديال ولاد شحيبر، خصوصا واحد بعض منهم، المهم واحد اللي تيجبدوا من جنابهم ثلاثي الشر، الحاجة خرجت قالت لك سيدي ان القنوات اللي مع السريعه خارجين فرحانين وكيقارنوا. هي قالت لها الساقطه، قالت على لبنى الساقطه، مع العلم الخود نتوما كتعرفوا لبنى امراه متزوجه محصنه. دابا شوفوا ساقطه، وهي منين يقول عليها شي واحد ساقطه شنو غتقول؟ سامعوا مزيان، هذه اللي كانت في العمره. قالت على لبنى ساقطه، وهي لما يتقال عليها ساقطه تقول لهم الضرب في الاعراض. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما كفايهمش داك الشيء. دابا الحرارة ديال البراءة والحرارة ديال المحزاقية اللي ديتو ومعكم، فهي اللي كتخليكم انكم تخرجوا على الطوع ديالكم وكتغلطوا بزاف بعض الكلمات باش تبردوا الغليل اللي فيكم، لان هذا الشيء ما سهلش. ما علينا، قبل ما ندخلوا في القضيه ديال التجاره في البشر والمعطيات اللي كاينين، وغادي نجاوب الناس اللي كيكتبوا التعاليق خصوصا عند القنوات اللي كيدافعوا على لبنى، فغادي ندخل كذلك نوضح بعض النقاط فيما يخص زين المحارم. زين المحارم اللي كيحاولوا انهم يسكتونا، قال لك سيدي سالت القضيه، القضاء قال الكلمه ديالو، صافي الله يعاون، صافي ما خص هاد الهضره، هاد الموضوع ما بقاوش نهضروا فيه الا كنتو فعلا كتبغيو يسرى، ولا كنتو. انا بالنسبه ليا ما كايناش شي فضيحه اخرى غادي تخرج على يسرى اكثر من داك الشيء اللي خرج عليها من ولاد شحيبر، وبالذات وخصوصا من شحيبره رئيسه ولاد شحيبر. يعني الخبره، والسيده ما خلات ما قالت، بائعه هوا، مجموعه من الامور، وكتكلم على الفضيحه. اش من فضيحه، اش من فضيحه تتكلمي عليها؟ ما علينا. واحد النقطه تكلمت عليها الخوت، بزاف ديال المتابعين البارح كانوا يتساءلون،
غادي نقول لكم، وهذا الشيء ما كانش كيتقال من عند ولاد شحيبر، لان حنا غادي نتكلموا في دين المحارم، انا حر نتكلم فاش ما بغيت. ياك انا كنتكلم في اليوتيوب في مواقع، ضروري نوضح للناس كاين بزاف د الحوايج اللي نتوما كنتو كتكذبوا على الناس فيهم وما كتقولوهمش اصلا، لانهم ماشي في صالح الام. الحمد لله ملي كنمشيو للقضاء راه كيكون عنده المحاضر كلشي، حنا ما كنطلوش على المحاضر، المتابع ما كيطلش على المحاضر، ولكن ملي كتمشي للقضاء فاكيد القضاء كيشوف كلشي ولا يؤمن الا بالادله. خلينا من دوك المؤثرات ودوك المقاطع ديال اليوتيوب. انا شرحت بزاف ديال الامور، قلت الفرق، لان شحيبره مولاة الموزون شنو قالت وراه المقاطع هما اللي ادانوا بوكريشه في الضرب في القضاء. بوكريشه خرج في واحد الواقع الضرب في القضاء كان في اليوتيوب علاني، كان باللسان ديالو في فيديو. اما هاد الواقعه اللي وقعات ديال يسرى والام ديالها وبكريشه وعائله وصلت في واحد العائله، كانت عائله احنا ما عارفينش هاد الشيء، ماشي خرجت السيده في اليوتيوب وقالت كذا 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 كذا، حنا ما كناش عارفين. السيده قالتها الام ديالها، يعني في واحد العائله في واحد الاسره مفككه، الام ما كانتش، السيده راه حنا شفنا كل شيء. ما علينا، هذا هو الفرق. دابا حتى الاتجار في البشر، لانه المقاطع اخذت من اليوتيوب، فالدفاع كذلك ديال لبنى غادي ياخذ من اليوتيوب، لان الاتجار في البشر ما كانش في الكواليس، كان في اليوتيوب، انتم تجبدوا داك الشيء من اليوتيوب. اما المقاطع لما تكلمنا ان عمري شفت شي ملف، قلتها انا، قلت عمري شفت شي ملف انه كان وقع في اسره وحنا ما كناش عارفين، واليوتيوب خرج فيه غير الكلام، فانه تيجيبوا المقاطع يستدلوا بها من اليوتيوب، لان هذه الواقعه وقعت في اسره، ما وقعتش في اليوتيوب في فيديو او لا يوتيوبي او لا شيء من هذا القبيل. واش نتوما عندكم شي فيديو اللي كنتو كتقولوا للناس وتوهموا الناس؟ كاين فيديوهات، كاين ادله، بزاف الناس كيمشي يعقلوا انه كاين فيديو ربما مصور، كاين صور، كاين بزاف د الحوايج، ولكن القضاء قلت لكم لا يؤمن الا بالادله. وكذلك القضيه ديال كنتو كتقولوا للناس انه قاضي التحقيق اقتنع بالفيديو ديال ماجده صوت وصوره، القاضي ديال التحقيق اقتنع وحول الملف الى الجلسات بحكم الاشهادات اللي جبتو، بحكم الشهود اللي جبتو، والناس كتعرف انه تسد الملف جوج مرات، فاضطررتم الى انكم تجيبوا الشهود باش انه يمشي الملف وقاضي التحقيق اقتنع. كان لابد تجيبوا الشهود. هذا الشيء اللي كاين. كيما درتو في القضيه ديال جمال شانيل، كاين مصرحين سيتم استدعاؤهم، هذه غادا نقولها لكم. ما عليناش. النقطه اللي تكلمت عليها وبزاف ديال الناس تفاجئوا هي القضيه ديال ان يسرى قالت في المحضر انها لما مشات مع الزهير، فاول مره كانت يعني داكشي كان بالرضا، شوف باش تعرفوا، كان بالرضا ديالهم بجوجهم، ولكن ما بالحكم ان في القانون، بحكم ان يسرى كانت يعني قاصر، فيعتبر في نظر القانون بالعنف ان يسرى قاصر، فانه اول يعني مشات معاه ووقع ما وقع، فهي قالت يسرى في المحضر انها تفاجأت انها لقات نقط ديال الدم. هذا الشيء قالته يسرى واشير اليه في الجلسه، ولكن اشير اليه من طرف الدفاع ديال الناموسه. قيل بالحرف انه يسرى مشات الواقعه مع زهير، لما عرفت زهير مشات معاه وكذا، وكانت اول مره غيلتقيو بيناتهم، يعني راكم عارفين بلا ما نكمل، انه يسرى تفاجات انها بالنقاط ديال الدم وتصدمات وبزاف د الحوايج، ولكن ماشي انا تنقول، ناموسه، دفاع الناموسه، ولكن ماشي هو المغتصب. غير هاد النقطة قلتها ربما كانت سببا في أنه لما يذكر دفاع ديال واحد الشخص هاد الشيء هذا، فأنا أوتوماتيكمو أو السيد القاضي أوتوماتيكمو غيرد ليها البال. إذا السيدة وقع عليها حادث، ولكن ربما ما كانش افتضاض البكرة بشكل كلي، لان حنا كنعرفوا بعض الاحيان تتكون حوادث وما كيكونش افتراض بكره كلي، وممكن ان البكره ترجع للبنت.
بحكم حنا ما كنهضروش، ما عندناش هاد الثقافه، فبزاف د الناس، ولكن بزاف د الناس تواصلوا معايا من بعد البارح داك اللايف اللي درت، وقالوا لي كمال راه ممكن ترجع البكره للبنت، وهذا الشيء راه وقع بزاف يعني ديال البنات، وقع بزاف اللي كيتعرضوا للحوادث. كاين اللي غير السرج ديال البيكالا كيدير ليها حادث. ما علينا، هاد النقطة لم يتم ذكرها من طرف ولاد شحيبر، لأن ولاد شحيبر الخوت كيذكروا غير داك الشيء اللي ممكن أنه يدين يوتيوبيا كنقول بوكريشة، ولكن القضاء لا يعترف بالمؤثرات واخا حاولوا يديروا اللي داروا. فهذه نقطة بغيت نتكلم عليها باش الناس تفهم. هاد الشيء ما كانش كيتذكر في اليوتيوب، ما كانوش كيقولوا، لأن حنا ما عارفينش المحاضر. لو كان عندنا المحاضر وعارفينهم غادي نقول لكم داك الشيء كما هو، ماشي غنقولوا شي حاجه وشي حاجه ما غنقولوهاش. وانتم لاحظتوا ان حتى الشهود اللي كيقول لك شهود زور، الناس اللي عندهم العقل الخوت، شهود الزور ما كيجيوش ويقلبوا الشهاده. كيفاش كتقولوا ان شهود قالوا لنا موسى وشهدوا عند قاضي التحقيق وعندهم اشهادات حطوهم وجاو قلبوا الشهاده ديالهم، مع العلم انهم يعرفون الى قلبوا الشهاده ديالهم غادي يمشيو للحبس. الا ماجده اللي ما عمرها دازت عند شي، ما عمرها دازت لا عند، وتم سؤالها في الجلسه على هذا الشيء هذا. فالجاره جات قالت انا شفت يعني ما شفت شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك، انا هذا الشيء اللي قالت. يعني الام كانت تبحث عن اي واحد يقول لها غير ان بكريشه غادي في المارشي هو وبنته معنقها بحال هكا، كانت غادي ديروا شهد. فهاد الشيء حنا ما غنسكتوش على زين المحارم. يوتيوبيا كنقول القضاء قال الكلمه ديالو، الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل. بعد كل الكذوب وكل التدليسات اللي حطيتو ربي يفضحكم، وهذا الشيء هو اللي بغينا حنا، ان باش الناس في الملفات القادمه يعرفوكم شنو كتسواو، وانكم خرجتوا على الام وخرجتوا لي على بسطامها 43 مليون ولا 44، ومازال للتجار في البشر. التجار في البشر الخوت اللي حاولوا انهم يدمجوا القضيه ديال الدكتور التازي مع لبنى حقه ما حقه، انه راه كاين بعض المحامون اللي قالوا نحن ما عندناش تجاره في البشر في المغرب. ماشي ما كايناش، يعني انه الحمد لله حنا ما عندناش الناس كيتاجروا ببعضياتهم، حنا ما كنتاجروش ببعضياتنا. فطبعا هما خرجوا تيقول لك القنوات مع اللبنه السارعه فرحانين، حنا ما خرجناش فرحانين. انا درت بوست شخصيا باركت ليه عادي، فرحت لذاك السيد، كنت كنتابع ديك القضيه كما كنتابع القضيه ديال ابتسام بنت الكولونيل، ولكن ما عندي تدخل في هذاك الشيء لان داك الشيء غامض. فكنت كنتابع هذيك القضيه فاش تكون شي جديد، وكنت تنحس بان داك السيد راه مظلوم والقضاء انصفه. صافي هادشي تنعرف انا. فبالنسبه للبنى الخوت بزاف هما تيقول لك كاين مقاطع من اليوتيوب وتيقول لك انها تاجرات بفاطمه الزهراء وانها صورت فاطمه الزهراء، مع العلم انه راه فاطمه الزهراء في عيد الشهاده يعني قضيه التحقيق سيأخذ داك الشيء بعين الاعتبار، انه عند الضابطه القضائيه والنيابه العامه انه راه هذا كان يعني واحد فاش دازت في ذاك الفيديو انه هي ما شافتش، يعني في المونتاج ما رداتش البال او لا ما مونطاتش كاع. كاين اللي كيصور فيديو ما كيمونطيش لانه كيكون غير كيهضر، فصافي كيدوز نيشان كيكون عارف شنو قايل. ما علينا، شهدوا وكاين امور بزاف. فهما الان عوالين على الاتجار في البشر باش يهبطوا لبنى. البارح منين شافوا ديك البراءه ديال الدكتور حسن تازي وكذلك اسقاط التهمه ديال الاتجار في البشر على الجميع، فبحال دخلهم الشك. شنو غيديروا؟ غيهاجمونا حنا مازال ما هضرنا ما قلنا حتى شي حاجه الى حدود الان. راه كل ملف بوحدو. الاتجار في البشر ديال الدكتور تازي كان قضيه كبيره وجريمه كبيره، اما الان هذه راه تصفيه حسابات، هذه راه قضيه كاينه في اليوتيوب. الدكتور تازي ما كاينش في اليوتيوب، كما قال الاستاذ القيسي في الجلسه ديال زين المحارم ان هذه السيده تستعمل القناه ديالها وبتواطؤ مع قنوات باش ياثروا على الراي العام وعلى يعني السير ديال القضائي. ولكن هو قال ان نحن لن نتاثر الا بالادله اللي امامنا، حنا ما كنتاثروش بهذا السوشيال ميديا وهذا الشيء. وفعلا حتى علاش نقول لكم المقاطع مثل المقاطع، راه اكيد الخوت ان لبنى غادي دير ما في جهدها باش حتى هي تحمي راسها من هذه الشكايات الكيديه، لانه ما كيحاولوا باش تعرفوا
ان هاد الناس يعني ما عينهمش في ملف، ولا انهم باغيين يجيبوا حق ديال الام او لا شيء من هذا القبيل. ونقولوا حنا ان الام تتبحث على الحق ديال بنتها من بكريشه، كاينه زينه المحارم وهي مؤمنه بها وبالخيال ديالها. ولكن لبنى علاش؟ لان لبنى كتبقى ضرتك، هناك تصفيه حسابات، هناك مجموعه من الاشياء اللي عارفينها الناس. خاص لان لبنى هي اللي كانت كتصرف على البنات، هي اللي كانت كتخلص المدرسه لفاطمه الزهراء. نهار فاش لحتيهم رباهم بكريشه، لان الخوت بزاف الناس ما عارفينش راه تا بكريشه داخل في تجاره البشر، راه تا بكريشه تيحضر عند قاضي التحقيق. باش ديروها في بالكم، الان الناس كتركز على لبنى. لان نقول لكم علاش، لان بكريشه هو بوين البنات، وكان كيصورهم حتى ملي كانوا باقيين مزوجين، حتى ملي كانوا باقيين معاه في الدار. يعني القناه راه كانت عنده قبال، وكانوا كيصوروا مع بناته قبال ما انه يكون الطلاق. وهذا الشيء غيكون قالوا هذوك راه بناتي وانا نصورهم وعندي محتوى عائلي، راه انا باهم. ما علينا. خرجوا لنا قال لك سيدي انه بكريشه تيتاجر بنته، قال لها سيري تعلمي الحرفه باش ديال الحنه، باش انه يعني تجيب الفلوس، تربح الفلوس وتجيبهم ليه. وراه اي واحد شوف دابا نتوما كيصحاب لكم دابا نتوما كتضحكوا على راسكم. القاضي مثلا ملي كيسمع هذا الشيء القاضي راه عارف ان القاضي براسو عنده وليدات، راه انه تينصح ولادو انهم يتعلموا الحرفه الا ما قراوش، او لا يمشيو في واحد البرونش باش انه يعاونهم. اذا حتى يسرى ما قراتش غيقول لها بوها تعلمي الحرفه باش انك لما نهار ما يكونش اليوتيوب تلقاي باش تخدمي. دابا انا نقول لولدي انه تعلم هذه الحرفه في العطله، خاصك دير هذه الحرفه هذه باش انه الا ما جابش الله في الدراسه انك دير شي مشروع ديالك وتكون عندك الحرفه في يدك، فهذا تجاره في البشر. لا حول ولا قوه الا بالله. زعما الناس راكم فاهمين. بالنسبه للبنى، انا اول مره غنقول لكم هذا الشيء، لانه فعلا نهار الجلسه ديال النطق بالحكم في زنا المحارم، من بعد المرافعات فعلا كنت انا والاخت ابتسام نوفا تكلمنا على القضيه ديال التجاره في البشر. بزاف الناس الخوت يكتبوا في التعاليق وتيضغطوا على لبنى، خاصك تهزي المقاطع، خاصك دير. خاصكم تعرفوا ان لبنى عندها بزاف د المقاطع، انا كنقولها لكم، عندها بزاف د المقاطع اللي احنا ما رادينش ليهم البال، وهي راده ليهم البال. باش نوضح هذه النقطه هذه، هي راده ليهم البال. كونوا هانيين. ولكن ما يمكنش غتخرج تقول لكم يعني طيله 10 ايام كل مره تخرج تقول لكم ها المقطع. هي عارفه عندها مقاطع، وعندها مقاطع خطيره اللي كتبين ان هذا الشيء كامل ماشي من اجل انه حق راه التجاره. لبنى ما تجراتش بناتها، بالعكس كاينه مقاطع اللي غادي تكون ضد الام، وهي ربما جايبه لهم خبر. واكيد انا من الناس اللي صيفط لها بعض المقاطع من خلال معرفتي، ومن خلال انه ان السيده تدافع على راسها، لانه صيفطهم للربلاء وهي غادي تصيفطهم لها، لانه هاد السيده ما باغينش يجيبوا حق بناتهم. لا، هادو الناس باغيين يصفيو الحسابات بحكم خسروا واحد الملف في زنا المحارم وكان براءه، فان لبنى خاص تمشي للحبس باش انهم يفينيو هاد الشيء. خير دليل باش تعرفوا الحرقه ديالهم. اذا الخوت اولا باش قبل باش ما نشركش النقاط، فبالنسبه للبنى كونوا هانيين. هي عارفه شنو كدير، تمشي للعرس ديال يسرى ولا ما تمشيش، فهي شوف تمشي تنشط ولا ما تمشيش تنشط، فهي عارفه شنو كدير. لبنى حتى هي عارفه وكعارفه، يعني عندها مقاطع ولا يمكنش تجهر بهم كما دارت مولات الموزون تسحب راسها مطوره. حقه ما حقه قضيه، واش انت غادي تبغي تحطي المقاطع عند قاضي التحقيق وقال لك يتحطوا جداد وغتقولي لهم في اليوتيوب تتصحابي راسك تتهضري مع مكلخين؟ راح عارف انه الحرقه ديال زنا المحارم ما غتحيدش منكم، وهذا الفشل غيبقى في التاريخ، غيذكروك به حتى القنوات اللي مازال المتابعين مازال ما داروش قنوات، غيديروا قنوات غيعطيوك الراس نهار يخرجوا لك. يعني راه العالم كامل والراي العام كامل كاينه براءه. شتي هذوك القاطع اللي كيتابعوكم عارفين كاينه براءه وعارفين ما كاين والو. القضاء راه ما تيكذبش، لا لكفايه الادله. ايوا راه اي واحد دار شي سميتو ما عندوش دليل راه اذا راه الاخر بريء، راه غا باطل، هذا راه باينه. ما علينا. اذا كونوا هانيين. انا كنت انا والاخت وابتسام نوفا وكانت معنا لبنى، فتكلمنا على بعض النقاط. فكما قلت لكم لبنى عندها مقاطع اللي احنا ما عندناش، احنا ما عارفينهمش. فكونوا هانيين. هي راه عارفه، هي اللي فم المدفع، واكيد غيكون عندها تواصل مع الاستاذ القيسي وغادي يقدموا داك الشيء وستدافع عن نفسها. وكاين مفاجات اخرين ما غنقولهمش.
انا نقول لكم الصراحه هذا ما كان. فكما قلت لكم الحراره ديال زين المحارم خلات ان ولاد شحيبر والشحيبره ولاد شحيبر كاملين يخرجوا البارح ويضحكوا على راسهم شويه بفيديوهات. خصهم يديروا فيديوهات. قال لك الناموسه غتمشي تحضر العرس ديال يسرى، وقال لك سيدي انه بدات كيعايروا يسرى انه البراني باش تعرفي راسك شوهتك ما عيطيش على البراني. انا ما عمري شفت واحد يدير العرس ولا شي فرحه يعيط على براني، ما عمري شفتو. بدا هذا السؤال باش تعرفي راسك كتخربقي بانوراما وليتي كتخربقي. واش الحراره ديال ما عرفتش الحراره ديال البراءه والفشل والشوهه ونايضه بيناتكم في الخاص تليفونات وكذا خلاك تولي غتزربقي وتخربقي ومخربقه وراك وليتي غتخربقي. كيفاش خصها تعرض على البراني؟ دايره واحد العريس صغير تعرض على ما بغات. الاهم من هذا الشيء كامل راه انها هي وراجلها مفاهمين وعائله راجلها. واش هي غتعيش معاك انت؟ غتعيش مع دوك القاطع اللي معاك؟ واش هذوك القاطع معاك باش غيفيدوها؟ كلام الناس بانوراما لا يقدم ولا يأخر. خدات البراءة الصلاة على النبي، شوهتيها بزاف ديال الامور. دابا يجيب الله ربي اللي شوهك وراك تشوهتي. تفكري لي ميلود وحفيظ اللي صيفطي لهم تريكتك، فهمتي؟ تفكري ليهم. ما علينا. فدازوا الام قال لك سيدي غادي تحضر وغتجي غادي تحضر وكذا. تتكون بعد هذيك تتكون حاضنه على ولادها، تتكون انها حصدات هذاك الشيء اللي زرعات. هاد الام فاشله لو كانت فعلا، لان الغرس الا غرستيه وراقبتيه وسقيتيه فهمتي ودركتيه من الشمس فراه غادي يعطيك الثمار وتهليتي فيه. والغرس الا غرستيه وخليتيه راه غتضربو الشمس وغتقتلو. وهذا الشيء اللي وقع. فاشله ما كايناش في هذا العالم. السيده محسوسه غير بوحدها مسكينه. انا راه تنشوف، انت دابا كتهضري من اسبانيا، انا راه تنمشي حتى تما وتنشوف. السيده محسوسه غير بوحدها. واش في اخبارك ملي كتقولي ليها سيري وخصها تكون معاك الام ديالك ولا والناس يعرفوا حتى تكون الكل عارف الناموسه وفاس كامله عارفه الناموسه بانوراما. واش في اخبارك حتى في المحكمه تتكون جايه تدوز من الكولوار الناس يهربوا تيخافوا غير تقيسهم بكتفها تلصق عليهم شكايه. انا براسي تنشوفها تنحوي الطريق تنقول هذه غدير لي تحرش ولا شي شكايه الله يستر. لان السيده مهووسه بالبوز، مهووسه بوكريشه، فهمتي؟ بالحب. السيده ما كتعرفش تهضر. قال لك السيده ماشي ما تعرفش تهضر، السيده راه كالخام. ما عرفت شنو غادي نقول لكم. قالت لكم يسرى حيت دارت العرس. دابا كون ما دارتش حيت نتوما كان عندكم ان زهير غادي يمشي غيسمح فيها. انا غشت الام ديال زهير في المحكمه، عرفت انهم واقفين مع ولدهم وغيتزوجوها. لا حقا شرات الراجل وانت اش تديري؟ انت تضلي تشرشمي في الناس كلكم. تضلوا نتوما ولاد شحيبر الثلاثي الشر اش تديروا؟ جوج فيديوهات في النهار تشرشموا في الناس. فين هما رجالتكم؟ فين هما؟ لو كانوا تيخدموا عليكم رجالتكم ما تخرجوش تشرشموا بنات الناس وتضربوا في الاعراض باش تجيبوا الفلوس. اخبار فريوسكم. فاذا كان بيتك من زجاج لا تقذفي الناس بالطين ماشي بالحجاره. تحياتي متابعينا الكرام، بارك عليا، شكرا لكم بزاف على المتابعه. هذا مكان هذه النقط بغيت نقولها لكم، خصوصا القضيه ديال النقطه ديال لبنى. انا كنقولها لكم لان لبنى تكلمت معها قلت لها متابعين، قالت لك شوف انا راه ضروري انه لما كنا تما في المحكمه وكانت معنا الاخت ابتسام نوفا، قلت لك انا كل شيء عندي وغادي غندافع على راسي، وان شاء الله اللي دارها الله هي اللي كاينه. ففقط دعواتكم. دمتم في رعايه الله.